اختاروا مسجد بدر باش يصليوا التراويح. وكذلك أخواتنا المكفوفات راهم جاوا نقول لهم خليوا لهم أماكن، الله يجازيكم إن شاء الله. مصلى النساء المنظمات ديروا لنا أماكن لأخواتنا المكفوفات، ربي إن شاء الله يشافيهم ويعافيهم إن شاء الله. هذه الأماكن محجوزة لإخواننا المكفوفين، راهم على وصول 60 أو 70، ربي يحفظهم إن شاء الله ويبارك فيهم. خلينا لهم المكان، عندهم رغبة يصليوا معنا صلاة التراويح، ما لا تركنا لهم هذا المكان، ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنهم إن شاء الله. راهم على حضور إن شاء الله. الله أكبر. الله يسلمك. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال هذا الدعاء بعد ما سمع الأذان حقت له شفاعة يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام، واحشرنا في زمرة المصطفى خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. مادام مازال ما لحقوش ضيوفنا ننتظرهم، نصبروا شوية يا جماعة أحبة رسول الله. إن شاء الله هذو ذوي الاحتياجات الخاصة وذو الهمم وصانا عليهم ربي سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم يقول النبي: إلا تنصرون وترزقون بضعفائكم. نعم أيها السادة، نكمل درسنا عن الأخلاق وما أدراك ما الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا ناس لازم تعرفوا حاجة، أثقل شيء في الميزان يوم القيامة ما هو؟ أثقل حاجة في الميزان تاعك يا ابن آدم يوم القيامة وشيء هي الخلق أو حسن الخلق. أثقل شيء في الميزان يوم القيامة هي حسن الخلق، هي تربيتك، هي أخلاقك. نوضعها يوم القيامة. إذا كانت أخلاق طيبة فإن راح يكون الميزان تاعك تاع الحسنات ثقيل. إلى أخلاقك سيئة فميزان تاع الحسنات تاعك كل خفيف. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا صور وعبر. امرأة يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ربي بعث النبي وكلفه بالرسالة. انتشر الخبر أن فيه رجل اسمه محمد يدعي النبوة، هكذا ما بين كفار قريش. النبي صلى الله عليه وسلم يشوف عجوز كبيرة، عجوز قد بلغت من الكبر عتية، عجوز كبيرة الدور ما بين الناس، هذا يعطيها أكل وهذا يعطيها شرب، تملأ الكيس نتاعها وهي تخرج خارج مكة، تسكن خارج مكة. لقاها النبي تتمرمد مع الكيس نتاعها. النبي قالها: نعاونك أيتها العجوز، نعاونك. قالت له: عاوني يا ابني. هز معها النبي صلى الله عليه وسلم الكيس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل معها خارج مكة، وتسكن في الدوار خارج برا. حط لها الكيس قدام بيته. قالت له: يا وليدي يعطيك الصحة. صح، قالت له: يا وليدي أنا إنسانة فقيرة زوالية، ما عندي ما نعطيك، ولكن أنصحك نصيحة أغلى من الذهب، نعطيك نصيحة أغلى من الذهب. قال لها: قولي يا أماه.
قالت له يا بني لقد ظهر رجل في مكة، أو مثل الضيوف نتاعنا. مرحبا مرحبا مرحبا، ما شاء الله ما شاء الله، مرحبا بضيوفنا الكرام، ما شاء الله. مرحبا مرحبا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا بكم. أهلا أهلا ونزلتم سهلا. تفضل. سلمين ثلاثة. خير. تفضلوا تفضلوا تفضل. ريح أنا أبغى مادي. مرحبا مرحبا. شبابنا عاونونا المنظمين، دخلونا الضيوف، الله يرضى عليكم، مش نتعاونوا؟ الله يجازيكم ان شاء الله، ديوا الاجر ان شاء الله، ما شاء الله. يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أخ زكريا السلام عليكم. مرحبا بضيوفنا الكرام، مرحبا مرحبا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بضيوفنا الكرام، ويتوالى وصول الضيوف، ما شاء الله ما شاء الله. نذكر مصلى تاع النساء خلونا أماكن للمكفوفات، الله يجازيكم إن شاء الله، رحبوا بهم. سلامين عدد المكفوفات قداه؟ فريد 31. الله يبارك. وعدد الذكور؟ 70. ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا مرحبا مرحبا. الشيخ ناصر ايش رايك؟ الشيخ في زوج قال لي 30. عدد الرجال قد اللي جاوا؟ ها؟
بارك الله. نعم. اسمي عمر. الله يبارك فيك الشيخ. مدينة الصلوات. أنا متمني أني أصلي وراكم. إن شاء الله والإخوة أنا أسميكم إن شاء الله أهل الجنة إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فليس له جزاء عندي إلا الجنة. تمني باش تصلي من وراي، وأنا نتمنى إن شاء الله نلحقك برك في الأجر اللي يضمنه لك الله عز وجل. تشوفني غير في الهاتف فقط. ربي يتقبل منا ومنك إن شاء الله. إن شاء الله نبدأ النشاط تاعنا. أرحب بضيوفنا الكرام. مرحبا مرحبا. أرحب بضيوفنا الكرام ونستدعيه السيد لمين زرد أو شكون؟ فريد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين. تفضل. بسم الله. جزاك الله خيرا. سي فريد، عرفنا بنفسك وعرفنا علاش راكم هنا في سطيف، ولك الحرية التامة. تفضل واعطينا العدد المتسابق. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. معكم الأخ عريوات فريد، الأمين العام للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين. أعطي لمحة وجيزة أولا عن المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين حتى يعرفها الجميع. المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين تأسست سنة 1963 ولها فروع عبر كافة التراب الوطني تدعى الاتحادات الولائية للمكفوفين الجزائريين. طبعا اليوم بإذن الله أننا حللنا على ولاية سطيف من أجل إتمام المسابقة الوطنية للمكفوفين الجزائريين في ترتيل القرآن وتجويده، رفع الأذان والإنشاد. هذه المسابقة الوطنية قد انطلقت في أول فيفري 2024 وستختتم بإذن الله يوم 31 مارس 2024. هذه المسابقة جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، شهر القرآن. هذه المسابقة شارك فيها 470 متنافس في الأصناف الثلاث، في ترتيل القرآن وتجويده، في رفع الأذان، وفي الإنشاد. مرت بثلاثة مراحل تصفوية أساسية. المرحلة الأولى مرحلة التصفيات الولائية، ثم مرحلة التصفيات الجهوية، ونحن الآن يوم غد بإذن الله التصفيات النهائية. شارك فيها كل ولايات الوطن بالمكفوفين، منهم من ختم كتاب الله الكريم القرآن الكريم، ومنهم ما هو في طريقه إلى حفظ كتاب الله الكريم،
وهذه أول طبعة تقوم بها المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين بمناسبة طبع المصحف الشريف بتقنية براي مزدوجة مع الكتابة العادية لأول مرة في الجزائر وبطريقة ورش. طبعا المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين أرادت أن تثمن هذا العمل فقامت بهذه المسابقة الوطنية. وطبعا هذه المسابقة الوطنية كانت تحت الرعاية السامية للسيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ونحن مستمرون في هذا. كذلك أنه من بين أسباب هذه المسابقة اللي قامت بها المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين هو سبب تربوي نساهم من أجل المساهمة في بناء المجتمع، في تذهيب نفس النشء إلى غير ذلك، لأنه إذا جذبت الإنسان إلى قراءة القرآن، الأذان، الإنشاد إلى غير ذلك، فبالتالي أنت تساهم في بناء المجتمع وفي تهذيب النفوس وفي محاربة الآفات الاجتماعية، معناه أنك تجذب الناس إلى المساجد إلى قراءة القرآن، وبالتالي سيتخلقون بأخلاق سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لا أطيل، المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين تسعى من خلال نشاطاتها حتى لا ننسى إخواننا في غزة من أجل مناصرة على الأقل بالدعاء لإخواننا في غزة، إخواننا في المقاومة، إخواننا في فلسطين، ما يعانوه من القصف الشرس على إخواننا هناك. ما علينا إلا أن نتضرع إلى الله من أجل أن ينصرهم وهم منصورون. على كل حال إن شاء الله على اليهود وما يقومون به من قصف شرس كما قلت، إن شاء الله ربي إن شاء الله ينصر إخواننا في فلسطين. وأنتم مشكورون كذلك في هذا المسجد، السيد إمام المسجد على كل حال نحن نتابعوه والحمد لله اليوم رانا معاه عن قرب، فهو مشكور على ذلك، مشكور على كل الدروس التي يقدمها ونحن نتابعها دائما، دروس قيمة جدا. بارك الله لكم في شيخكم، بارك الله لكم في هذا المسجد الشريف. ربي يوفقكم إلى فعل الخير، ربي يوفقكم سيدي الشيخ إلى هداية العباد، إلى تقديم الخير إلى كل العباد. مشكورون أهل الصيف، أهل الضيافة، معروفون بهذه الشيمة. على كل حال بارك الله فيكم، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سي فريد، جزاك سي فريد. الولايات اللي راهي متواجده هذه مسابقه وطنيه، مسابقه وطنيه. احنا بديناها بالتصفيات المحليه والتصفيات الجهويه، قسمنا التصفيات الجهويه حسب جهات الوطن، جهات الشرق، الغرب، الشمال والجنوب. اليوم راه تتواجد اكثر من 30 ولايه هنا ممثله بالمتسابقين اللي تفوقوا، لانه لما ندير التصفيات الجهويه ماهيش بالضروره انه المتسابق ممكن من ولايه لم يسعفهم الحظ المره اخرى ان شاء الله، وبالتالي نحن ان شاء الله رانا مشاركين ب 30 ولايه في هذه المسابقه، وبارك الله للجميع. جزاك الله خير وجزاك الخير، بارك الله فيك شيخ، شكرا، بارك الله فيك. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذول اللي حاضرين هنا المكفوفين تقريبا 70 من الرجال وكاين 30 من النساء، راهم يصليوا في مصلى النساء، وندعو النساء يخليوا لهم مكان، الله يجازيكم إن شاء الله. لغالب ما قدرناش، يعني جاء الأمر طارئ يعني في آخر لحظات باش اتصلوا بينا الإخوة المكفوفين، قال لك حابين يصلوا في مسجد بدر، هيئنا لهم هذا المكان. نعتذر منكم على هذا التقصير. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كان هذا كلها قارئين وحافظين لكلام الله عز وجل اليوم حاضرين معنا. هذه رسالة للأصحاء، أو الإنسان ما يشوفش ولكن ربي يكرمه بالستين. احنا كثير من الناس عنده العينين وممكن ما يهزش المصحف ولو خطرة في عمره. صلى الله العفو والعافية إن شاء الله. نستدعي خويا مسعود يقرأ لنا آيات بينات. خويا مسعود رغم كف بصره ولكن قلبه نير وبصيرته نيرة. خونا مسعود من الحافظين للقرآن الكريم، يتلو القرآن ويتلوه قراءة جيدة وممتازة، نسمع منه آيات، نصبروا معنا ولو لحظات. هذو إخواننا مكفوفين طلبوا يكونوا معنا في مسجد بدر، وهم من 30 ولاية، فمرحبا بهم.
تفضل تفضل مسعود. بسم الله. مسعود اتحفنا بآيات الله يرضى عليك إن شاء الله. آمين وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. شكرا مسعود جزاك الله خيرا. ربي يحفظك إن شاء الله وربي يوفقك ويسترك إن شاء الله. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. شكرا مسعود الله يحفظك إن شاء الله. مشكور مأجور جزاك الله خير الجزاء وجعل الله في ميزان حسناته. كل الوفد مرحب به في بيت من بيوت الله، لكن الوقت لا يتسع. ما زلنا ضيف أخير مع هذا الوفد. أستاذ ياسر هكذا. ياسر أسامة ضيف من نوع خاص جمع الوفد، مرحبا به. السلام عليكم. أسامة ما شاء الله. لا بأس في خير. تفضل أسامة. تتساءلون من هو أسامة؟ أسامة شاب من غزة العزة، طالب طب في جامعة سطيف، حافظ لكتاب الله عز وجل، يحضر معنا في الدردشة البسيطة. السلام عليكم. شاك سيدي الكريم. والله غير الحمد لله. لك المجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بهذه الأيام
الحمد لله الذي أكرمنا برؤية هذه الأيام وجمعنا بكم في هذا المكان الكريم. الحمد لله، اللهم اجمعنا في جنته يا رب. نشكرهم على جهودهم في مسابقة تلاوة وتجويد القرآن الكريم للمكفوفين، وربنا يجازيهم الخير على جهودهم. ونقدم في الشكر للجزائر حكومة وشعبا، وربنا يعطيكم الصحة ويسلمكم يا رب جميعا. سيدي الطبيب، بلغني أن عندك شهداء من بيتكم. الحمد لله، الأسبوع اللي فات استشهد أخويا، وإن شاء الله ربنا يجمعنا فيه في الجنة يا رب، إن شاء الله يا رب. آمين. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. الشعب الجزائري كلهم معكم قلبا حياكم الله، والله كلكم كيما خاوتي، حياكم الله. الشعب الجزائري كامل والشعب الفلسطيني خاوة كاليد الواحدة يا رب. أين حفظت القرآن الكريم؟ حفظت القرآن الكريم قبل 3 أعوام في غزة. في غزة؟ إيه الحمد لله، حين كنت 16 عام. الحمد لله، ربنا أكرمنا بحفظ القرآن ويكرمكم جميعا فيه يا رب. آمين يا رب. إسحاق اسمك؟ أسامة راك صابر؟ الحمد لله، ربنا يصبرنا. خوك استشهد، ما شفتش خوك، ما تلاقيتش معه. كنت هنا في الجزائر. إيه كي استشهد كنت هنا في الجزائر. الوالد والوالدة لاباس؟ الأهل؟ أبويا تصاب، لكن إن شاء الله قريبا في الشفاء العاجل. تسكن في غزة ولا في؟ نسكن في غزة الوسط، وسط مدينة غزة. إيه. الله يبارك. أنت طالب طب في جامعة الهلال؟ طالب طب في جامعة الباز سنة ثانية. الله الحمد لله. إن شاء الله. الحمد لله على كل حال. ربي يحفظكم إن شاء الله. آمين يا رب. ربي ينصرنا وينصركم. الشعب الجزائري راهو مريض وتعبان كما راكم انتم مرضى وتعبانين، والنصر قريب بإذن الله عز وجل، خاصة المسجد تاعنا وهذا المصلين تاعنا. أبو عبيدة ويحارب لي وإحنا ثاني نحاربوا هنا ثاني من نوع آخر إن شاء الله. إن شاء الله النصر قريب، إن شاء الله النصر قريب إن شاء الله يا رب. نعم. شوف سيدي الكريم، بلغنا تحياتنا لأهل غزة إن شاء الله. قول لهم أهل الجزائر كلهم يسلموا عليكم. الشعب الجزائري بلد 1.5 مليون من الشهداء راهو معاكم. أهل سطيف خاصة يبلغوا لكم السلام، مسجد بدر يبلغوا لكم السلام. هذه أمانة في عنق سيدي الكريم. ربي يسلمكم إن شاء الله جميعا. جميعا. حياكم الله. نتلاقوا في يوم النصر إن شاء الله. ألا إن نصر الله قريب. أحسنت. حياكم. شكرا. الحمد لله، هذا إكرام من الله. أكرمنا ربي باش يكون معنا شباب من غزة ومن فلسطين، هذه نعمة من الله عز وجل. أكرمنا ربي في مسجدنا يكونوا معنا إخواننا المكفوفين. هنيئا لكم الجنة إن شاء الله عز وجل. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة. هذه دروس وعبر لا تحتاج إلى كلام يا أحبة رسول الله. أهل الشهادة موجودون وصابرون، أهل البلاء موجودون وصابرون، فما عليكم إلا أن تصبروا يا أمة محمد، وأن تكثروا الدعاء لأهل غزة وفلسطين. جزاكم الله خيرا.